تخيل معايا تدخل صفقة على اليو اس 30 والسعر يعكس عليك وتقول خلاص ده هتضرب ستوب، ولكن السعر بيفاجئك ويحولها لربح اسطوري. تابع معايا الفيديو للنهاية وهتعرف الاسباب ايه. Uh, yeah. بدايتنا على التليجرام يوم 13 يناير. نزلت الصورة دي وقلت ان دي كلها كانت مخاطرة، 3% مخاطرة. ده على اكونت الشخصي مش اكونت ممول. السعر يدوب يعني عكس عليا كام نقطة وطار على الهدف على طول، وكنت متوقع ان هو يكمل عن كده، بس الناس اللي تعرفني عارفة ان انا مش بنحب نبيت الصفقة، بحب اقفل الصفقة على طول. هتعرف اسبابها ان شاء الله معايا. ودي يوم 14 يناير كان الساعة 3 الفجر، نزلت الصورة دي وقلت ان شاء الله متوقع ان السعر يوصل للسيولة دي. في ناس انا عارف جات في دماغها ايه، ازاي يوصل للسيولة دي، ده كان اصلا هنا في اوردر بلوك وبتاع. حضرتك مش فاهم. ارجوك ما تقاوحش، يعني اسمع بس للاخر. هي منظرها فعلا اوردر بلوك، بس انت لو فاهم سيوله كويس مش هتخاف من اي حاجه. حرفيا الصفقه انت لو بصيت بص، لما السعر رجع تاني الاوردر بلوك انا دخلت من هنا، شايف منين اهو. السعر كان رايح معايا 50 نقطة، لا 61 بالظبط، 61 نقطة بالظبط. بعد كده غيرت الستوب لوز طبعا. طلعت قدام، والنهاردة خلال جلسة لندن السعر ضرب الهدف. خلينا بقى معايا عشان تعرف الأسباب. بص هنا، بص بقى، أنا عايزك تبص معايا على حاجة. أنا داخل من زيرو انعكاس، الحمد لله مش أول مرة. بس الفكرة أنا عايزك تبص لما السعر بيضرب الهدف اللي بيحصل، يعني بص هنا. هفهمها لك جو على تريدنج فيو، بس بص، السعر ضرب الهدف وراح نزل على طول. تمام. نروح بعد كده على تريدنج فيو. ابتدي الأول بفريم اليوم. دلوقتي احنا على فريم اليوم على تريدنج فيو، بنحلل اليورو دولار عشان تكون فاهم. تيجي العام كله هابط، محدش يقول لي انت ليه دخلت شراء بقى. المهم، اول حاجه هنا السيوله اتاخدت. تمام. داخل على طول على فريم الساعه. السيوله اتاخدت مفيش مشكله، محتاجك تبص معايا لفريم الساعه عشان هنرجع للاربع ساعات دلوقتي. تمام. على فريم الساعه ده اللي هي دماغك ايه، دي كده سيوله اتاخدت اهي، يبقى دي منطقه الاوردر بلوك. عشان كده الناس كلها كانت عماله مستغربه انت ايه اللي خلاك تخش والهدف هنا. بص هتفهم كل حاجه دلوقتي، بس لو رجعنا على فريم الاربع ساعات وشلنا دي كده وفعلا حددنا ان دي سيوله، هتلاقي ان دي القمه الرئيسيه، دي السوينج هاي بتاعتك يعني. السوينج هاي في الترند مش مهم، دي السوينج هاي ودي السوينج لو. نعلمهم لك اهو. حلو. ودي كلها بالنسبه لك سيوله. تمام. فانت، انا عملت لك فيديو ازاي تربط الفريمات، عملت لك فيديوهات ماركت ستراكشر، انت اللي ما شفتهاش دي حاجه بتاعتك. انت لو مقتنع ان انت متعلم ماركت ستراكشر برضو دي حاجه بتاعتك، الحاجات دي كلها متشغلنيش. تمام. هنا كلها سيوله قدامك اهي على فريم الاربع ساعات. عشان كده مهم الربط بين الفريمات. انت لو دخلت من اليوم على الساعه على طول وما بصيتش على الاربع ساعات، انا مش هقول لك انت، هنقول لك عليا انا. كنت هنقول ان دي سيوله وكنت هنبيع من المنطقه دي، وستوب كان هيبقى فوق المنطقه ديت على طول كده. بس ايه اللي حصل؟ السعر ضرب. انا دخلت زي الماركت ميكر بالظبط، زي صانع السوق بالظبط. دخلت من المنطقه دي وهقول لك الاسباب دلوقتي، وخرجت معاهم هنا في الشمعة دي. يعني داخل من هنا، هو الصورة كانت عندكم، داخل من هنا ستوب هنا وبتارجت كل ده. الستوب كان اقل من كده بشوية. اه. وهقول لك برضه سبب ان الستوب بيكون صغير ايه. ده احنا دلوقتي على فريم الساعة. طيب نمسح كده عشان نحدد بقى، نقول لك ليه دخلتها. نعرف ان هي صفقة مجنونة شوية، بس كنت محتاج اوريها لك. احنا قلنا ان دي سيولة اتسحبت كلها. حلو. طيب
على فريم الساعة ده اوردر بلوك كله. تمام. رحت جاي ساحب فايبوناتشي هنا لهنا، وبرضه رحت ساحب فايبوناتشي زي ما بنقول دايما على جسم الشمعة. تمام. الناس بقى اللي بتتابع الفيديوهات عندي، لو دخلت على شمعة ال3 ساعات، لا شمعة الساعتين تقريبا مش فاكر، او الساعة والله ما انا فاكر. المهم كل اللي انا عملته ايه، لا ثواني، كنت جايب هنا فايبوناتشي وقايس على الشمعة الكبيرة دي بالظبط. ثواني نمسح الفايبوناتشي ده عشان انت متلخفنش. فكرتي في الصفقة دي بنحاول ندور على كلاستر. تمام. لما عملت كده وقسته من هنا برضه على فكرة، يعني ما قستش من هنا على طول، بس انا بقول لك اللي افتكرت اللي انا عملت هنا. تمام. رحت عامل كده، والله السعر لما رجع لمس هنا ونزلت في الصفقة السعر كان هنا تقريبا. رحت قايل محدش يدخل غير مع الكيلزون، وقت الكيلزون. تمام. دخلت على فريم 15 دقيقة، السعر يدوب لمس 50% مع الاوردر بلوك. دي حاجة قوية. انتظرت بس منه اي تصحيح او اي ردة فعل. فعلا ردة الفعل بتاعت السعر كانت ايه؟ ان هو راح جاي راح كسر دي. انا ما كنتش هخش من الاوردر بلوك والمكان ده، يعني انا عن نفسي انا كنت منزل ان ده الاو تي اي، بس الفكرة ان السعر غير المكان، فانا مضطر ان انا نتأقلم معاه. يعني هو لو جه مثلا هنا السعر اداك اشارة ان هو مش عايز ينزل يسحب كل ده وعاوز يكمل صعود، خلاص ما تقاوحش انت، ما تكونش عارف انت اللي هو ايه، ما تكونش ماسك في قرارك، لا خليك متحرك مع السعر عادي. حلو. جينا هنا وقت جلسة لندن الساعة 2، ايه اللي حصل؟ السعر سايب سيولة اسيا هنا، كل دي سيولة الاسيا. حلو. بص كده اللي حصل هنا في نيويورك دي الساعة 7:15 بالظبط مكان دخول للصفقة. لو جبتها لك على فريم 15 دقيقة، وبص انت راجع نفس المكان، انا داخل من هنا تقريبا من عند الخط الاحمر الكبير ده. تمام. داخل من هنا، السعر معكسش عليا الشمعة، السعر معكسهاش، يعني السعر فضل يتذبذب الاول داخل المستوى اللي انا داخل فيه، مستوى الشمعة. وعلى فكرة هنا كان وقت خبر، فانا ما نزلتش ان الخبر ده هيكون سلبي للدولار، بسبب ان انت المفروض عارف، انت تابعتني وانا منزل الصفقة دي. وبرضه وقت خبر التوظيف اللي هو يوم الجمعة اللي فاتت، انا منزله من يوم الحد اللي قبلها. كان عنوان الفيديو كيف اللي هو ازاي اللي هو تحليل من ال15 دقيقة من فريم الاسبوع لفريم ال15 دقيقة، وارجع وشوفه، اليوتيوب ما بينساش يعني. انا مطلعه من يوم الحد قبلها ومحل اليورو دولار هيتباع منين. تمام. المهم هنا السعر هبط كل ده ليه؟ لو انت بتقولي طيب لو طالما الخبر هيكون سلبي للدولار، عشان يطلعك انت من الصفقة، عشان لو انت متذبذب تقول ده كل ده هو بقت سيولة بيعية، ده انا لازم نطلع دلوقتي من الصفقة، ده السعر هينعكس عليا. لكن انت لو واثق في تحليلك مش هيهمك اي حاجة. السعر بعد كده بص على طول بقت صفقة زيرو انعكاس بالنسبة لي. دخولي كان من هنا والستوب بتاعي كان تحت دي، ورحت متارجت ده كله. السعر يا دوب اعمل بص دي الشمعة بس، تقريبا ما اغلقش ولا اغلق ولا انا عارف، اغلق سنة ونزل، السيولة اتسحبت وخلاص يا حاج، هو راح نازل، بالنسبة له هو حقق اللي هو عايزه كده خلاص. ده بالنسبة لصفقة اليورو دولار. خلينا نبص على اليو اس 30. نرجع الأول في اليو اس 30 عند فريم 15 دقيقة، عند الأخبار بتاعت يوم الجمعة، وهنقيس زي ما مايكل علمنا بالظبط، من جسم الشمعة لجسم الشمعة. ستاند رايت، وبرضه هنا من الجسم للجسم. تمام. فانا بالصفقة دي دخلتها يوم 13، فبداية اليوم بالنسبة لي هنا كده. حلو.
قدامك انت ايه؟ دي سيولة. ده خلاص بقى بقت راجل قوي في السيولة يعني. غيروا لونها بس، وبرضه دي سيولة. تمام. فبالنسبة لنا الساعة 9:30 جات، وحرفيا بص معايا، كان السعر الأول عملت شوك. حلو. وده كله اوردر بلوك، السعر عملت شوك، رجع البريكر بلوك، آسف، رجع البريكر بلوك، اتذبذب عنده، وجات الساعة 9:30 مع افتتاح البورصات السعر راح طاير مرة واحدة لفوق على طول. تمام. أنا دخلت منين؟ أقول لك مكان دخولي بالظبط، مش من هنا، من الشمعة دي بالظبط، الشمعة الخضرا دي أنا دخلت من هنا. ستوبي كان فين؟ ستوبي كان تحت دي على طول. دخلت من هنا ورحت راجع داخل من هنا تاني. تارجت 25. تمام. المفروض كنت متارجت كله، لأن على كلام مايكل ده من 50 ل120 مقبض. تمام. المقبض ديت ايه يعني؟ بالنسبة للنقطة لسوق الفوركس، ده من المقبض. تمام. فدخلت من هنا، تارجت كل الحاجات دي في الماستر اهي، كده كده، والسعر على طول راح لهدفه، لا مؤاخذة كده. تمام. وكنت متوقع ان هو هيروح للجزء برضو ال25 من بتاع ده، من الجبل اللي فوق كله. يعني انا كنت متوقع لو كنت حافظت على هدفي من هنا لهنا كان زمان اعمل كل ده، بس بالنسبة لي مش مهم. انا عارف ان هو كنت هنعمل حوالي من ضعفين ونص النقط اللي انا عملتها وبنفس الاسلوب، بس بالنسبة لي مش مهم، لان انا مش بنحب نبيت صفقاتي. مش بنحب نبيت صفقاتي ليه؟ يعني مش عايز اقول يعني مش مهم، هنقول لكم على طول. نومي بيبقى نوم قلق، كل شوية بقلق من النوم، اشوف الصفقة ايه اللي حصل فيها. فاهم؟ طب وليه؟ ملعون ابو الجنيه اللي هيخلي نومي يطير او نقلق. فاهم؟ وده كان فيديو النهاردة. متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. عندك اي سؤال اتفضل اكتبه تحت، واشوف وشكوا على خير ان شاء الله. وانتظروني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، هتبقى فيديوهات الاوردر بلوك والبريكر بلوك والسيولة الداخلية، السيولة الداخلية والخارجية، مش اشكال السيولة، لان هي في فرق بين الاتنين. الفرق ده هو ايه؟ الكلام اللي انا بقوله ده زي صفقة اليورو دولار اللي شرحتها لك في اول الفيديو. مع السلامة.